أسفرت قرعة كأس إفريقيا التي أجريت في كوت ديفوار مساء يوم الخميس. كوت ديفوار صاحبة الضيافة في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر والموزمبيق. ووقعت القرعة حامل اللقب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون وغينيا وغامبيا، فيما جاء المنتخب الجزائري رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. وحل المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا. وحل المنتخب المغربي في المجموعة السادسة رفقة الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.